كندا، الأرض التي تمتد من محيط إلى محيط، حيث تلتقي رياح الشمال الباردة من القطب الشمالي مع دفء الثقافات الكثيرة في هذا البلد. بلد بني على قصص المستكشفين الذين أصبحوا مستوطنين، والسكان الأصليين الذين عاشوا في هذا البلد لزمن طويل حتى قبل أن تنطق كلمة كندا. وعلى مدى قرون من الصراع والأمل، هذا الأرض الكبيرة تحولت إلى رمز للوحدة، مكان تلتقي فيها اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وتندمج الثقافات. أما الملك الحقيقي لهذا المكان يبقى دائما الطبيعة. وخلف كل هذا الكلام يوجد حكاية صنعت هوية الكنديين اليوم من بين اللغة الإنجليزية والفرنسية، والتي توحدت وأصبحت بلد واحد. أما من بين مقاطعاتها يوجد مقاطعة واحدة مختلفة عن الآخرين ثقافيا ولغويا، ما زال التاريخ فيها حيا، حيث اللغة والثقافة ليست مجرد هوية بل فخر حقيقي لهذا المكان. نتحدث عن كيباك. مرحبا بكم في كيباك، وفي قلبها يوجد مدينة تعد العاصمة لكيباك، والتي هي مدينة مونتريال، وباللغة الفرنسية مونريال. في هذا الفيديو راح نديكم في رحلة حول تاريخ كيباك، ولماذا مدينة مونتريال تعد قطعة أساسية من كيباك. ما تنساش أبوني باش نديك تحوس معايا، ويلا نبدأ. رانا في سونتر فيل تاع مونريال. اليوم الحال راهو شباب، ورانا رايحين كيف نديكوفريو بلاصه بزاف شابه. مورايا كاين واحد ستاتيو اللي ماشي بزاف معروف. علاش؟ باسكو مونريال معمره بلي ستاتيو، ولا بليبار تاع لي ستاتيو هادوما عندهم حكايه. مي اليوم ما راناش نحكيو على لي ستاتيو، رانا رايحين لفيو بور باش نديكوفريو واحد من اجمل الاحتفالات في مونريال اللي اكزيستيو من بكري. بعد مدة عامين وأنا عايش هنا في كندا في مدينة مونريال، سمعت بأن هناك احتفال سنوي يدعى باحتفال الخريف. أنا قررت نروح نشوف شنو هذا احتفال الخريف، ونروح نعيش هذا الاحتفال مع الكنديين أنفسهم. ولكن عكس كل التوقعات، الاحتفال اللي رحنا له لقيناه احتفال من نوع آخر، من شكل آخر، وعنده معنى آخر. صحيح أن هناك كثير من الديكور والتزيين بمناسبة دخول الخريف، ولكن الاحتفال شيء آخر. في طريقنا للمكان هذا اللي قلت لكم عليه، جيت على واحد المحل تاع الهدايا اللي رانا داخلين نشوفوه دوكا. هذا المحل انا دخلت له ديجا، فيه بزاف حاجات شابين. في هذا المحل تاع الهدايا تلقى عفايس اللي معروفه بهم الكندا، كيما هذا الحيوان اونغلي يعيطولو ذا موز، ما باش واش يعيطولو بالعربيه. وكاين بزاف هذوما دي بورتوكلي، كاين بزاف اللي كيما هذا. كندا تاني معروفه بالدبابه، كاين بزاف انواع تاع دبابه لهنا في كندا، ماشي فورسيمون في مونريال، مي كاين بزاف انواع تاع دبابه. ديجا في الكيباك تزيد تطلع شويه تلقى بزاف. هذه هي النبته اللي نحكي عليها، لي غابل. هاد النبته بزاف معروفه لهنا في كندا، ويخدموا بها اللي يسموه لو سيرو دي غابل. شغل واحد الحاجه جاي كيما العسل بصح خفيفه على العسل وبزاف بنينه. معروفين تاني بحاجه واحده اخرى اللي هي المواطنين الاصليين تاع كندا، هما ماشي اللي جاو لهنا هاد البيوضه، هما هادوك اللي عندهم شغل يلبسوا امور كيما هادوما. المواطنين الاصليين تاع هاد البلاد هما الهنود الحمر اللي معروفين بالامور كيما هادوما. شفت حنا كيقولوا عليه فوق راس كريشه، هاي الريشه اللي نحكوا عليها. شفتوا المواطنين الاصليين اللي كنت نحكي عليهم هامليك، هذه لازم نروح معها غير بالعقل، باسكو هادوما مخدومين باليد. وهاد الفرو اللي راكم تشوفوه فرو تاع الصح، تاع حيوانات تاع الصح، وراهي مكتوبه لهنا. تجي لهنا اروح، تجي لهنا تقرا كوير اي فورير اوتونتيك فات على مان، هذا مخدوم باليد كومبليتمون. البري تاعو ما باليش مازال ما شفتوش، هذا هما المواطنين الاصليين. صافا البري تاعو $20 الى بون. وهذه او مكتوب نيتيف برنسس انديجين، معناتها اميره اصليه تاع هذا المكان. كنا قاعدين انا ندورو مول الحانوت، شافنا فيلميو، عطانا الحلوى تاع لي غابل. دوك ندوقها
دوك نشوفوا شحال بنينه. حاجه واحده اخرى اللي حبيت نحكي لكم عليها، درابو تاع الكيباك. هاد درابو حكايته شنو هي؟ راك تشوف هنا بلو، حاب يقول باللي الكيباك عندها اصول فرنسيه، لانه اول مستعمرين تاع هاد البلاد ماشي من الاصليين هما الفرنسيين، وهاد الزرق يرمز للفرنسيين. الابيض اللي راكم تشوفوه هي لا كروا تاع لي كريتيان ولا لا كروا تاع الصليبيين، وهادوما هما ورود اللي اسمهم لا فلور دو ليس. ودرابو هدايا يعطولو لو درابو فلور دو ليزي، معناتها لا فلور هذيك اللي حطوها في الدرابو هذاك ترمز للاصل مره اخرى تاع الفرنسيين، باسكو هاد لا فلور تنمو بزاف في فرنسا. نشوفوا من هيك. هذا لوغو تاع فيراري، بصح ما كاش عود، كاين حيوان واحد اخر. هذا الحيوان هو الحيوان تاع كندا، ثموس، نسيت كيفاش يطولوا بالعربيه، مي يديروا عفايس يضحكوا. داروا هذا لوغو تاع فيراري كيما داروا لوغو تاع بورش، بصح في بلاصه العود من هنا كملنا طريقنا للاحتفال اللي حبينا نزوروه. هذا الاحتفال داروه في مكان يدعى لو فيو بو ولا المرسى القديم، بصح كي لحقنا لقينا حاجه اخرى تماما. ما فهمتش علاش قالوا احتفال الخريف سنوي وهو احتفال من نوع اخر. المهم خليني من عين المكان نعطي لك بعض المعلومات التاريخيه على هذا المكان اللي هو المرسى القديم. راني دوكا في فيو بور ولا المرسى القديم تاع مونريال، وهذا المرسى عنده حكايات. قبل ما نحكي لكم حكايات نحكي لكم على الاحتفال اللي راني فيه. الاحتفال اللي راني فيه مع الاسف ماشي هو اللي كنت داير في بالي اني راح نجيلو، باسكو اللي كنت داير في بالي حنجيلو هو احتفال تاع الخريف. ودوكا رانا في حاجه واحده اخرى، كاين لي ماناج، كاين حاجات اللي تقدر تلعب فيهم، وانا ماشي هذاك اللي كنت حاب نديرو. كنت حاب نروح للمكان هيستوريك ولا مكان تاريخي. المهم هذا الفيو بور واش حكايته؟ رانا نمشيو في الجسر الصغير هذا اللي يدير لو فيو بور دو مونريال، اللي هو المرسى القديم تاع مونريال. المنطقة اللي راني فيها دوكا هي المنطقة اللي كانوا يخرجوا منها البوابر ويدخلوا لهنا في الفيو بور ولا في المرسى القديم بكري، ماشي دوكا، باسكو الفيو بور غلق ولا منطقة سياحية. معلومة نعطيها لك، عام 1642 صرا تأسيس تاع مدينة مونريال رسميا، وفي نفس العام البور هذا اللي رانا فيه ولا المكان اللي رانا فيه اللي يعد ميناء قديما تأسس في نفس العام عام 1642. كاين حاجة حوست عليها ما لقيتهاش واني حاب نعرفها. الماء هذا اللي راهو مورانا ماء تاع النهر ماشي تاع البحر، ولا هنا كاين بزاف البرد، كي يلحق وقت الثلج ووقت البرد بزاف الماء تاع النهر يولي مجمد كليا. بكري كيفاش كانوا يديروا البوابر باش يدخلوا ويخرجوا في هذاك البرد وكي كان كلش مقلاصي؟ هاد المعلومه حوست عليها وما على باليش، الا تعرفها قولها لي في لي كومونتير. دوكا كي كنت نمشي ديكوفريت واحد الحاجه، روح شوف نوريلك. هذا تعرفوا شنو؟ هذا اللي كانوا يعلقوا فيه البوابر بكري، هذا بالعربيه بالدارجه تاعنا تاع الجزائر واش يعيطولوا الطناه. الا كان كاش نهر قالوا لك يا الطناه عمي معنيو على هذا، معناتها انت كيما هذا ما تزغد ما تهدر ما دير والو في حياتك، بصح راني نقصر معاك برك ما تزعفش. نتكلموا شويه عن التاريخ. بطبيعه الحال لما يجيو المستوطنين الفرنسيين اول شيء يديروه هو انهم يبنيو اول مدينه لهم، وبالنسبه لهذا المكان اول مدينه كانت مدينه مونريال القديمه، اللي كي تشوفها تشوف الثقافه الفرنسيه ولا الهندسه الفرنسيه. صح تبعني دوك هاد البلاصه راه تبان لك فارغه شويه وتبان لك غير كنيسه وهذا مكان، بصح القدام كاين بلاصه بزاف مكتظه فيها بزاف الغاشي وتبان لك لو فيو مونريال كيفاش داير. واش كنت تشوف الفوق التصويره هذيك هي تصويره تاع لو فيو مونريال تاع الصح، ومن نفس المكان اللي رانا فيه. والريستورون هذا اللي راهو مورايا هو ريستورون ما على باليش اسكو كان مفتوح من هذاك الوقت ولا لا، مي هاد اللوكال اكزيستي من هذاك الوقت. ايماجيني معايا 1642 تبنات مونريال، ومن 1600 وشويه صرف وهاد البلاصات اكزيستي ورانا فيها لحد الان. باش تفهم هاد البلاصه بناوها الفرنسيين على بها واش راك تشوف مورايا يبان لك باللي بنيان تاع فرنسا. كاين حاجه واحده اخرى راني حابك تعرفها. اتخيل معايا رانا عام 1642 والفرنسيين جاوا الارض جديده اللي مازال ما سموهاش مونريال، بصح كي لحقوا الفرنسيين ما لقاوش ارض فارغه، كانوا كاينين فيها شعوب عايشين، شعوب كيما الموهوك الالغونكين والهيرون. معلومه اللي بالك ما تعرفهاش هي انه في البدايه
هذا ما كانش استعمار فرنسي لمونريال، ولكن هاد الشعوب خلاو الفرنسيين يعيشوا بيناتهم، وكان كاين اتفاق وما كانش بالقوة. وبالمقابل الفرنسيين كانوا يمدوا لهم ضرائب وهدايا كعلامة احترام لهاد الشعوب اللي كاينين ديجا في مونريال اللي ما كانش اسمها مونريال. ولكن مع مرور الوقت تحولت من اتفاق إلى استعمار. بصح الآن هاد الشعوب الأصليين عندهم بعض الامتيازات على باقي الناس وباقي الشعوب وحتى الكنديين. واليوم السكان الأصليين تاع كندا ولا تاع مونريال بالتحديد عندهم بعض الامتيازات على كل الشعوب الأخرى. من بين الامتيازات أنهم ما يخلصوش الضرائب تماما في بعض الحالات، وهذا كاعتراف من كندا الحالية بأن هذه الأرض هي الأرض تاعهم، الأرض تاع الشعوب الأصليين، وراهم هما دايرين فيهم مزية كي خلاهم يعيشوا بيناتهم. إذن ما خلوكش تخلص الضرائب في بعض الحالات. لقيت لك دليل على المكان التاريخي اللي راني فيه. اروح تشوف، راك تشوف هاد اللوحه توري بلي كاين مكان فيه طلعه وفيه ستاتيو هذا، وهنا كانوا يبيعوا الخضره وكلش كيما راك تشوف. اش على هاد ستاتيو؟ راك تشوف فيه مليح؟ اروح تشوف. هاي ليك الطلعه اللي راهي تبان في هذيك اللوحه، وهاو ليك ستاتيو تاع اللوحه هذيك. بلاصه تبين لك باللي هذا صح مكان تاريخي من 1642. اروح نزيد نوري لك لهيك. هذه البلاصه يعيطوا لها لو فيو مونريال. بدينا من هيك لو فيو مونريال حتى لهنا. المكان هذا لو فيو مونريال بلاصه بزاف سياحيه. ديجا كي تشوف الاركيتكتور تاعها تفهم باللي خدموها الفرنسيين. اسمع هذا البنيان اللي راك تشوف فيه مخدوم من بكري بزاف. مورايا كاين ريستورون هذا اللي فيه بزاف لي درابو اللي تشوف فيهم ماشي يمعنيو باللي انه هادو هما اللي جاو البلاد هذه، ولكن يمعنيو باللي كاين لا ديفيرسيتي، يعني التنوع الثقافي. هكذا راك درت دوره في الفيو بور وعرفت حكايته، راك درت دوره في مونريال القديمه وعرفت حكايتها. بقى لك غير دير دوره في لاشين يوتيوب تاعي وتابوني باش نديك تحوس معايا.